خالد مع أخت صاحبه. السلام عليكم، مرحبا بكم في أول قصة من القصص ديالكم، وكنشكرو هاد الأخ اللي عاود لينا القصة ديالو مع أخت صاحبه. شنو وقع بيناتهم؟ واش خوها حصلو معاها ولا لا؟ وشنو دار في الآخر؟ واش خالد طلع راجل ولا شماتة؟ هادشي اللي غنعرفو في هاد القصة. ما تنساش دير ابوني للقناة ودير لايك للفيديو، وحتى انت لو بغيتي تعاود القصة ديالك دخل عندي الانستغرام، غتلقاه في صندوق الوصف ولا في اول تعليق. دخل صيفط لي القصه ديالك ونعاودها للمتابعين. ودابا خليكم مع القصه ديال خونا خالد. السلام عليكم، معكم خالد من كازا. تحيه للناس بعدا ديال كازا. فاش كنت عندي 15 عام كنت كنقرا في التاسعه. تما تعرفت على ولاد وبنات القسم، ومنهم واحد الدري سميتو حمزه. الدري درويش داخل سوق راسو، العكس ديال الدراري الاخرين اللي كانوا كيبغيو يبينوا بلي هما قباح وما عرفتاش. المهم تعاشرت انا وحمزه ولينا كنخرجوا بجوج، ما بقيناش كنتفارقوا، ولكن كانت دارهم بعيده شويه على المدرسه. وليت كنجر معاه حتى النص ديال الطريق ونرجع بوحدي، وعمرني مشيت معاه لدارهم واخا هو ديما كيقولها ليا. المهم دوزنا التاسعه، طلعنا للسانكيام، كذلك جينا في قسم واحد، وزاد طورت الصداقه ديالنا. بقينا على هاد الحال حتى شدينا الباك. حمزه تقبل في واحد الخدمه وانا عييت من دفع. حتى داز عام والحمد لله تقبلت، خدام بصالير زوين. وحمزة كنتلاقاو مرة، وفاش ما كنكونوش خدامين يا كيجي عندي للدار ولا كنمشي عندو. دارنا ولاو كيعرفوه وحتى دارهم ولاو كيعرفوني. وهو عنده واحد اختو سميتها ملاك، والصراحة يسمع لها مسمى. البنت زوينة وظريفة، ومع ذلك عمرني شفت فيها شوفة ناقصة، ديما كنشوفها بحال اختي. حتى لواحد النهار